عندك الفتحة دي في حوض حمامك، تعالى أقولك على فكرة خطيرة معظم الستات ما تعرفهاش. الفيديو ده مليان أفكار كتير. ما تنسيش اللايك الحلوة منك. ولو مش مشتركة في القناة تشتركي في القناة. أول حاجة، أول فكرة معانا، هتجيبي كده السلك اللي بنستخدمه في المطبخ، وتجيبي كده السكينة زي ما انت شايفة ومشابك الغسيل. هتحطي السلك على السكينة كده زي ما انتوا شايفين، والمشابك هتمسك فيه السلك، علشان كده الطريقة دي بتخلي السكينة تتسن منك من غير ما توديها عند الراجل اللي بيسن السكاكين، وهتبقى حامية جدا منك، هتبقى كويسة معاكي علشان تقطعي بيها البطاطس. مش هتبقى متعبة في تقطيع البطاطس او تقطيع البصل. زي ما انتوا شايفين كده حركة بسيطة جدا ومن المطبخ. نيجي بقى للفكرة الأساسية بتاعة الفيديو النهاردة. لو عندك الفتحة دي في حوض حمامك، تعالى أقولك على فكرة جديدة. الفتحة دي طبعا مهمتها ان هي بتسرب المية لو الحوض مسدود عندك. هتجيبي كده علشان تسلكيها، هتجيبي معلقة من البيكربوناتو، وعليهم معلقة وشوية نص كوباية يعني من الخل، وهتدوبيهم بس في بعض كده، وهتحطيهم في الفتحة دي. عايزة اقولك الفتحة دي كده هتتسلك معاكي وهتبقى كويسة جدا، وهتصرف لك المية لو حوض الحمام مسدود عندك. لو الفكرة عجبتك ما تبخليش عليا باللايك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة. اشوفك على خير.